اول حاجه هنعملها مع بعض البسكوت، وهنبدا مع بعض ببسكوت الزبده. بسكوت كده هش وخفيف وطعمه حلو قوي، وانا هضيف حاجه بسيطه كده عليه هتوديه في حته تانية، بس ركزي معايا لان هضيفها في نص الفيديو ان شاء الله. النهارده جايبالك كل التفاصيل من اول ما هتجهزي القمع تجهزيه ازاي لغايه لما تسويه ويطلع معاكي بالشكل التحفه ده. عندي هنا قمعين النهارده، القمع ده بيعمل شكل المشط، والقمع التاني بتاع البيتي فور اللي بيعمل الشكل اللي شفتيه في اول الفيديو. وعندي كمان الاكياس بتاعتي، انا بفضل قوي الاكياس دي. ده كيس بيتباع عند مستلزمات الحلواني، كان بحوالي 60 جنيه، مش غالي يعني. من جوه بيبقى بلاستيك كده وبتستخدميه مرات كتيره، يعني بيقعد عندك فتره كبيره. وده كيس بلاستيك ايطالي، بيبقى محمل البلاستيك بتاعه كده محمل وتقيل، بيبقى حلو قوي بستخدمه كذا مره. انا بحط الاول العجينه في الكيس البلاستيك، وبعد كده بحطها في الكيس القماش علشان يبقى سهل كده تشكيلها معايا وتبقى خفيفه في ايديا. ويلا بينا بقى على المكونات. اول حاجه كيلو من الدقيق، و350 جرام من السكر البودر، ونص كيلو من الزبده تكون طريه زي ما شفتيها كده. وعندي كمان 100 جرام من السمن البلدي بيوديها في حته تانية، واربع بيضات عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، وكوبايه الا ربع من اللبن الحليب، ومعلقتين كده من اللبن البودر بيفرق قوي معايا. لو مش حابه تضيفيهم مفيش اي مشكله. نزلت اول حاجه من الزبده، باخد كل الزبده الموجوده في الطبق، ما تسيبيش حاجه خالص. وهنزل عليهم بالسمنه، 100 جرام سمنه، 500 جرام زبده، 100 جرام سمنه، ومعلقتين من اللبن البودر، و350 جرام من السكر البودر. وانا بفضل وبحب ان انا اطحن السكر البودر في البيت لانه بيفرق جدا معاكي. في انواع كتيره في السوق حلوه، وفي انواع كتيره مش حلوه، بيكونوا ضايفين على السكر نشا، فبيبدأ يبوظ معاكي الوصفة بتاعتك. فأنا بفضل شغل السكر البودر يكون في البيت. فيعني مش بياخد منك وقت، لو جبتي كيلو او اتنين وطحنتيهم وانتي فاضيه بينفعك قوي في التوقيتات دي. مهم جدا كمان وانا شغاله بالعجان افصل العجان، يعني افصله واجيب الجناب واكمل شغل تاني. اول بقى ما يبقى هش معايا زي ما شفتيه كده وكريمي جدا، بيبقى عامل زي الكريمه خفيفه جدا كده الزبده ولونها فاتح خالص، هبدا اضيف البيض زي ما انتم شايفين واحده واحده. بنزل بواحده بتختفي، بنزل بالتانيه. اول ما بتنزل البيضه بتبدا تفصل معاكي، بعد كده بتبدا تلم تاني وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتبدا العجينه ترجع تاني معايا هشه وقوامها خفيف جدا وعاليه كده معايا. طبعا ببدا انزل تاني الجناب واديها كمان ضربه. في المرحله دي هبدا اضيف كوبايه الا ربع من اللبن الحليب بدرجه حراره المطبخ، عليه معلقه صغيره من النشادر، نص معلقه صغيره من النشادر، ركز معايا قوي، نص معلقه صغيره. بيفرق جدا 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 معاكي، بيخلي البسكوته هشه جدا مفرغه من جوه، خفيفه قوي في ايديكي. هنا بعد ما خلطت اللبن، اول ما بتنزلي باللبن خلي بالك تحسي ان العجينه فصلت منك او الزبده فصلت معاكي، لا مفيش اي مشكله، بترجع تاني مع الخفق ترجع هشه تاني وخفيفه معاكي. بعد كده انا بقى هضيف الدقيق بره العجان خالص. هضيف كيلو دقيق، ضفت الكيلو بنزل بيه بالتدريج، ضفت تقريبا الكيلو كله ما عدا كوبايه بنزل بيها بالتدريج. هنا اخد معايا كل الكميه كلها، يعني الكيلو كله انا ضفته في المرحله دي. لقيت العجينه لسه بتلزق معايا، ضفت لها باقي الدقيق، وبعد كده بعمل لها اختبار. لما بايديا اللي ما فيهاش عجين بضغط كده على العجينه ما تلزقش او التلزيقه تبقى خفيفه، يبقى كده العجينه بتاعتي صح ومظبوطه. هجيب بقى التشكيل. اول شكل ده اللي انا شكلته بالقمع اللي انا قلت لك زي بتاع البيتي فور. لو عاوزين الارقام بتاعتهم او الاشكال اكتبوا لي تحت الكومنتات وانا هصورها واحطها لكم في الكومنتات. ومعلش لو اسفه انا مش قادره اتكلم، واخده دور برد محترم، فمعلش بقى لو الكلام طالع مكتوم شويه او الصوت يعني مش مظبوط قوي. بعد كده شكلت البسكوت بالطريقه دي. دي كان اول شكل معايا، اللي هو الشكل الحلو ده اللي بيبقى بيتباع في المحلات وكلنا نقول الله طب معمول ازاي. هو سهل جدا، ما تحمليش قوي العجينه، يعني ما تحطيش في الكيس عجينه كتير عشان مش تبقى تقيله على ايديكي. حطي شويه صغيرين بشويه صغيرين، ولو عامله كميه اشتغليها قطعيها كلها الاول مره واحده، وبعد كده دخلي الفرن، لان العجينه لما بتسيبيها بتبدا تشد معاكي. ولو عايزه كمان تعمليها في المكنه دخليها التلاجة نص ساعة هتطلع تشغليها في المكنة زي الفل. هنا بقى دخلت البسكوت بتاعي الفرن على درجة حرارة 160 علشان يطلع معايا بالشكل الحلو اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله طالع مش لازق ولا اي حاجة، يا دوبك زيت حاجة بسيطة خالص. لو تاخدوا بالكم انا مش سايبة يعني فراغات كتيرة في التقطيع. ما شاء الله لونه من تحت زي لونه من فوق، وكمان من جوه لونه حلو قوي. وده المشط كمان طالع يجنن، حلو قوي قوي قوي. شايفين طبعا من تحت المسامات عاملة ازاي ومن فوق، وشكله حلو قوي، هش جدا. انت ماسكه حاجه خفيفه في ايديكي، انت ماسكه هوا، ماسكه ريشه في ايديكي. من جوه كمان شايفين الشكل بتاعه من جوه بيبقى مفرغ وهش جدا جدا. ولونه كمان حلو قوي، واخد لون غامق كده زي من بره، يعني لونه من جوه زي لونه من بره، حاجه خفيفه وهشه، يعني مفيش احلى من كده.
جربوا الطريقه دي ان شاء الله باذن الله تعتمدوها عندكم. حابه تعملي كيلو 2 3 10، الطريقه دي ممتازه. بسكوته كده عامله زي النواعم، فاكرين بسكوت النواعم بتاع زمان؟ هشه وخفيفه وفي الشاي كده بتدوب ذوبان. جربوها هيعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.